سنة 1956 الشمال المغربي خدا الاستقلال ديالو من بعد ما كان مستعمر من طرف فرنسا وإسبانيا بجوج بدقة واحدة، ولكن الجنوب مازال مستعمر من طرف بريطانيا. وهنا المغرب بدا كيخدم باش يرجع الأراضي ديالو، جميع الأراضي ديالو حتى الأراضي اللي كاينة في الجزائر بحال تندوف وزيد باش تكمل الوحدة الترابية ديال المملكة اللي لحد الآن راك غادي معايا مزيان. الجزائر مازال مستعمرة من طرف فرنسا. ايوا سيدي، بدات الجزائر حتى هي كطالب بالاستقلال ديالها، ولكن فرنسا راه ما غاديش تجي غير هكاك تعطيهم الاستقلال، بقاو غاديين معاهم هكا دقه. والمغرب كيعاون الجزائر، كيعطيهم السلاح الفلوس وكل شيء، واستار لي على جوج لعيبات الاخرين اللي قلت لك. وكان المغرب وكان بامكانه ياخذ الاراضي ديالو بكل سهوله، حيت فرنسا ديما كانت كتعرض على الملك ديال المغرب تعطيه الاراضي ديالو وما يبقاش يعاون في الجزائر، ولكن ديما المغرب كان كيرفض. وبقات هكا حتى خدات الجزائر الاستقلال ديالها. ومن بعد ما خدات الجزائر الاستقلال ديالها المغرب طالب بالاراضي ديالو، ولكن الجزائر ما بغاتش. بقات هكا حتى على المغرب الحرب على الجزائر سنه 1963 في الحرب ديال الرمال. وبلا ما كنعاودك شنو كان طرا فهاد الحرب هادي، عندك شي طويل وفيه بزاف، فهمتيني اسيدي؟ بلا ما يضرك خاطرك والله ما نعاود، والله صافي انا نقص كاع هاد المرحله هادي. سالات الحرب اسيدي، صافي سالات. ومن بعد ما سالات بقات هاد العداوه ما بين المغرب والجزائر. ياك اخي راك مازال غادي معايا دابا؟ ياك ها انت سيدي، مازال حد الان الصحراء مستعمرها اسبانيا. ياك جا سيدي حسن الثاني الله يرحمه بدا كيفكر كيفاش يرجع الصحراء، وفي نفس الوقت تا موريتانيا حتى هي بدات كطالب بالصحراء، وحتى واحد اللعيبه سميتها بوليزاريو حتى هي حشات راسها حتى هي معاها. وهاد البوليزاريو بلا ما نبقى نهضروا عليها بزاف حيت اصلا حتى حد ما معترف بها، بلا ما نبقى نهضروا عليها، فهمتي؟ Wait a minute. Who are you? والله اخويا نوريك كيفاش عايشين هاد الناس باش يضرك خاطرك الصاد، قسما بالله. ونكملوا اسيد. من بعد ما مشى الملك حسن الثاني الله يرحمه المحكمة العدل الدولية، قالت بالمختصر هناك روابط قانونية وروابط البيعة بين المملكة المغربية والصحراء، وأيضا هناك اتفاقيات ومعاهدات دبلوماسية تتمثل الاعتراف الدولي بسيادة الحكومة المغرب على الصحراء. ومن بعد هذا القرار ديال محكمة العدل الدولية نظم الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء سنة 1975، واللي نتج على هذه المسيرة انسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية ودير جوج خطوط على هذه الصحراء المغربية مرة أخرى. إيوا يا المشاهدين، منين خرجت إسبانيا من الصحراء اتفق الملك حسن الثاني مع رئيس موريتانيا باش يقسموا الصحراء. المغرب خدا الساقية الحمراء وموريتانيا خدات الواد الذهب. حتى لهنا كانت الدنيا غادا مزيان وصافي، مبقاو لا مشاكل لا والو. ولكن كيف ما قلت في الاول الجزائر مازال حاقده على المغرب، وبدات كدعم في بوليزاريو وعطاتهم سيدي المنطقه ديال تندوف اللي هي في الاصل مغربيه، وبداو كيهجموا على المغرب وعلى موريتانيا في نفس الوقت. ومع الوقت موريتانيا ما بقاتش قاده على الحرب، سيرتو كانت واحد الحرب تسمى بحرب العصابات جاتها قاصحه شويه، وهي تبرم اتفاقيه مع السلام مع بوليزاريو والجزائر على انها غادي تنسحب من الواد الذهب سنه 1979. ايوا فاش موريتانيا انسحبات من الصحراء المغرب بدا كيرجع الاراضي ديالو، بدا كيرجعهم تدريجيا حتى ردهم كاملين ضد الساقية الحمراء والواد الذهب. ايوا هو يبني جدار رملي اللي معروف من واحد جدار كبير بزاف، وبناه في سنه 1980 وسالاه من بعد 7 سنين. ايوا وخلى بوليزاريو كيحققوا على براتهم معاه. ومع مرور السنوات بقات المشاكل هكا حتى سنة 1991 دخلت الأمم المتحدة وقالت سيدي أجي نديرو استفتاء. من بعد الاستفتاء هذا بقى كيتأجل حتى رفض المغرب. علاش رفض؟ حيت راه صعيب تقبل هذا الاستفتاء وانت ما عارف شكون غادي يصوت فيه وشكون غيشارك فيه، واش المواطنين ديال جنوب الصحراء ولا المواطنين ديال بوليزاريو ولا ساكنين في المغرب ولا فين ساكنين، فهمتي؟ وبقات هكا على الرغم من بزاف الاقتراحات والحلول، ومن الاخر الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله من عليها. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هي شتك بحال سكتشي. فينك صاحبي؟ اجي نكمل لك. مشيتي صافي. Call me. I promise that you'll never be lonely.